ولد نيرون عام 37 ميلادي، وكان ابن شقيق الإمبراطور كلوديوس. توفي والده وهو في طفولته، فتزوجت والدته أغربين من الإمبراطور كلوديوس، وأقنعته بتبني نيرون ليصبح وريثا للعرش. وفي عام 54 ميلاد، توفي الإمبراطور كلوديوس في ظروف غامضة، لتتولى والدته الترتيب لجلوس نيرون على العرش وهو في 17 من عمره. مع توليه العرش، كان نيرون مجرد إمبراطور صوري، إذ كانت والدته أغربين صاحبة النفوذ الحقيقي، نظرا لحداثة سنه. إلا أن العلاقة بينهما بدأت بالتوتر تدريجيا مع دخول نيرون مرحلة الشباب ورغبته في الاستقلال بقراراته. اشتد الصراع بينهما بعدما أخبره المقربون أن والدته تخطط للإطاحة به، خاصة بعد انغماسه في حياة اللهو والفساد. بتحريض منعشيقته كلوديا أمر نيرون بقتل والدته عام 59 ميلادية. وبرحيل أغربينا، انفتح الباب أمام نيرون لتولي السلطة المطلقة، ليصبح أكثر استبدادا وعنفا. في عام 64 ميلادي، تعرضت روما لحريق هائل يعد من أعظم كوارث المدينة في تاريخها. تشير المصادر إلى أن الحريق بدأ في منطقة السيرك الخشبية وانتشر بسرعة ليحرق معظم أحياء المدينة. لمواجهة الغضب الشعبي، اتهم نيرون المسيحيين بالوقوف وراء الحريق، ليبدأ اضطهادا قاسيا ضدهم استمر 4 سنوات، حيث تعرضوا للقتل والإحراق العلني. في عام 68 ميلادي، اشتعلت ثورة بقيادة يوليوس فينكس احتجاجا على سياسات نيرون، وانضم إليها الكثيرون. أدرك نيرون أن نهايته اقتربت، وبعد أن أصدر مجلس الشيوخ قرارا بإعدامه، فضل الانتحار في قصره بمساعدة سكرتيره الخاص، لتنتهي حياة الإمبراطور الذي خلف إرثا من الفساد والاستبداد.